10 حاجات هيغيروا حياتك بنسبة 100%. أول ساعة من يومك لو حافظت عليها يومك كله هيبقى أجمل. نصحى بدري قبل الشغل، قبل الجامعة، تصحوا زيي بتصوروا 5 الفجر. مش هنبص في الموبايل، هنقوم على طول نغسل وشنا ونبدأ اليوم. رقم 2 القراية. إن لم تقع في حب القراءة فأنت لم تقرأ الكتاب الصحيح. اقرأ كتب، روايات، أي مجال أنت مهتم بيه. اقرأ حتى عن تحسين علاقاتكم بالناس أو حتى تكوين الصحاب. في الكتب خبرات ومواقف وتعلم أنت حتى ما درستهاش طول فترة الدراسة. لو عايزين أرشح لكم حاجة تكون خفيفة وأغلب الناس ممكن تحبها، اقروا قهوة صباحية مع النفس. ثالث حاجة الكتابة. عقلك مهمته إنه ينتج مش بيخزن، فمهمتك أنت بقى إن أنت تكتب كل حاجة بتيجي في ذهنك. نوت كده تكتب فيها حاجات ممتن ليها وإن هي في حياتك، أو تكتب فيها المهام بتاعتك علشان هدفك يكون واضح الصبح. من بالليل تسجل أنا هعمل 1 2 3، أنا يومي هيحصل فيه كذا كذا كذا، تبقى حاسب يومك على الأقل هيمشي إزاي. تكتبوا مشاعركم. مشاعرنا لما بنكتبها على الورق بنحس إن إحنا حاطينها كلها قدامنا، متحكمين فيها، بنعرف إيه المشكلة وإيه اللي ضايقنا، وبتفرغ كمان جزء كبير من طاقتنا. اكتبوا توكيدات، سواء حاجات بتكتبها لنفسك أو حاجات من على النت. في حاجات كده لو كتبتوا عنها توكيدات صباحية ممكن إن أنت تسمعها أو تكتبها أنت لنفسك الصبح، بحيث إن هي تخليك متحفز طول الوقت. زي إن أنت تكتب لنفسك إن أنت يا نفسي استحملتي معايا كتير، إن لولاكي ما كناش عدينا بكل اللي حصل ده، إن أنت في حاجات كتيرة عديتيها وهتعديها، وإن إن شاء الله كل اللي بتحلم بيه هتحققيه. اكتبوا ذكريات، اكتبوا صفات اللي بتحبوهم. كل ما يحصل خلاف او تزعلوا او حتى هم يشوفوها يتبسطوا ان انتوا فاكرين لهم كل المواقف الحلوه دي، قد ايه الحاجات دي بتفرق وفي نفس الوقت بتغير المود. في نفس الوقت الانسان بطبعه لما بيزعل مش بيشوف غير الزعل بس، مش بيشوف اي حاجه تانية، مش بيشوف الشخص عمل له ايه. رابع حاجه ابدا بالاصعب. start by doing what's necessary then doing what's possible and suddenly you are doing the impossible. خلص في يومك الحاجة اللي انت طول الوقت بتماطل علشان خاطر ما تبتديش فيها وما تخلصهاش، لان انت اول ما هتخلصها هتلاقي ان انت متشجع ومتحفز وعايز تخلص كل اللي وراك. 5 ومن اسمها 5 ثواني للتسويف. يلا نعد: 1 2 3 4 5 اجري. القاعدة دي ببساطة بتقول اي حاجة حاسس ان انت مش قادر انك تعملها دلوقتي او كسلان عليها، عد من 1 ل5. بعد 5 تكون قمت تعمل الحاجة دي على طول. استنوا بارت 2.